مفترض انها تكون من حكم مرشح للمشاركه في كاس العالم ما تفوت عليه. هذا طاقم التحكيم مارتن هانسون، والمساعد الاول هنريك اندرين، والمساعد الثاني فريدريك نيلسون. وسنشاهد الحاله الاولى اللي حصلت في الدقيقه 15. هذه من الحالات نادرا ما يستطيع اي حكم او محلل يجد مثل هذه الحاله. الماده 12 من قانون اللعبه والأخطاء التي يعاقب عليها القانون بركلة حرة غير مباشرة. إذا عاد المدافع الكرة إلى حارس مرمى متعمدا لا يجوز لحارس المرمى أن يمسك الكرة. المدافع عاد الكرة بشكل قصير لحارس المرمى، مسك الكرة، لحظة المسك الكرة هنا على الحكم أن يعلن عن ركلة حرة غير مباشرة على حارس المرمى، لكن الحكم لم يستطع أن يميز هذه الحالة، وفاتت على حكم من الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم. حالة أخرى، حالة تسلل في الدقيقة 53. لاعب في موقف تسلل كان مفترض انه يعلن عليها الحكم المساعد الاول. ايضا لمسة يد متعمدة كان مفترض انه يعلن عليها، لكن حالتين متتالية. تسلل بركلة حرة غير مباشرة لم تحتسب، لمسة يد متعمد ركلة حرة مباشرة لم تحتسب. كاد ان يسجل الفريق الايطالي هدفا منها، لكن الحمد لله انها استطاع حارس منتخب مصر السيطرة على هذه الكرة. الحالة الأخيرة في هذه المباراة في دقيقة 61 كان يجب على الحكم أن ينذر اللاعب توني الإيطالي رقم 9 للتهور في استخلاص الكرة من اللاعب المصري، لكن الحكم لم يتخذ القرار أو القرار الإداري الصحيح ومنح ركلة حرة مباشرة فقط. من خلال هذا الشوط أيضا منح الحكم، لاحظ التهور باستخلاص الكرة، الحكم منح 5 دقائق وقت بدل ضايع، كان وقت كثير، لا توجد هذا الزمن ال5 دقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع في المباراة. من خلال ملاحظة الحكم انه في نهاية المباراة ترك بعض الحالات، سنشاهد حالة اخرى تركها، كان مفترض يحتسب ركلة. هذه المخالفة مخالفة واضحة، ترك اللعب مستمر، وهذا في وقت بدل الضايع من زمن المباراة. كاد الفريق الايطالي والمنتخب الايطالي يسجل منه هدف. الحكم السويدي لم يكن في الشوط الثاني في مستوى لقاء في هذه المباراة. صارت عصبية، أصبحت عصبية على الحكم، لكن لم يتخذ القرارات الصحيحة. سنذهب مباشرة إلى تقييم هذا الحكم وماذا حصل من درجات. من خلال تقييم الحكم حصل على 79%، يعني التقدير جيد، ولو كانت المباراة حدثت فيها بعض الأمور. من خلال تقييمنا لهذا الحكم ومن خلال مشاركاته الدولية، لم يشارك في مباريات كبيرة، شارك في كأس عالم تحت 21 أوروبية تحت 21، لكن من أقل الحكام الأوروبيين الذين أعدوا في هذه الدورة. مرة أخرى نقول مبروك لمصر، وأعود لك زميل عدنان. أبو فهد، يعني كل الحالات كانت في صالح المنتخب المصري، ركلة حرة غير مباشرة لمسك الكرة العائدة من الزميل، أوفسايد لم يحتسب، خطأ وعرقلة كانت متعمدة، وغيرها من الأمور. يعني النتيجة الفوز بهدف رغم كل هذه الأخطاء. إذا هذا إنجاز إذا كانت بالفعل هذه الأخطاء واقعية. هي أخطاء واقعية، لكن حقيقة من خلال مجريات الوقت بدل الضائع المحتسب 5 دقائق، إحساسي أن الحكم تعاطف مع المنتخب الإيطالي واستكثر على فريق عربي أن يفوز على منتخب مؤهل أو حصل على بطولة كأس العالم. لكن المنتخب المصري كان لديه مقاتلين داخل الملعب، كان حماس، كان رجولة، استطاع أن ينتزع الفوز رغم ال5 دقائق المحتسبة من قبل حكم المباراة. الزميل محمد فودة من استوديو التحكيم، شكرا جزيلا لك. عودة مشاهدينا الكرام